الفتوش الاصلي الاصلي. ايوه اصلي، ولا تقولي لي خبز محمص ولا تقولي لي خبز مقلي. هو الفتوش ما بينعمل الا هيك. شوفوا بسم الله ما شاء الله، اشي من اللي بيشتهيه قلبكم. شو بدي اخبركم عن الريحه، لحالها بتشهي. شوفوا ما شاء الله. مع زياده دبس رمان. الله. مم. هذا الفتوش اللي كانوا يعملوا لنا اياه زمان، ولا خبز محمص ولا خبز مقلي، هو بهاي الطريقه وبس. احبائي يلا ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو. لو حابين تحتفظوا بالوصفه خذوها حالا حالا، مشاركه على صفحاتكم، اي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفه بيكون هالفيديو مرجع لكم. ولو حابين وصفاتي توصلكم اول باول اضغطوا لايك لهذا الفيديو، ونقول بسم الله ونبدا. احبائي شو رح نعمل؟ رح اخذ عصير حبه ليمون، تقريبا نص كوب من زيت الزيتون. تمام. هلا في ناس بتضيف خل تفاح كتير، بس انا بحب اضيف معلقه واحده مش اكثر من هيك. رح اضيف معلقه صغيره ملح لكل الخلطه، مش حضيف غيرها. ورح اضيف سماق معلقه كبيره. تمام. هلا رح ادمج كل هاي المكونات مع بعض. تمام، ليصير عندي هذا الدريسنج. تعالوا افرجيكم شو رح نعمل بالخبز. شوفوا انا شو عامله، حاطه الخبز مغطيته بشاشيه بس عشان ما يجي عليه شيء، لازم ينشف معاكم. وممكن تحطوه يعني بالمطبخ من بالليل، بس بالشمس اطيب بينشف اسرع. رح اخده نشوف شو بدنا نعمل فيه. هي الخبز شوفوا لازم يكون معاكم هيك مقرقد. تمام، بس بنكسره بهذا الشكل. والمفروض القطع ما تكون كثير صغيره، يعني هيك. عن جد هذا اطيب فتوش. انا بصراحه مش كثير برغبه بالخبز المقلي، يعني بعمله بس انه هذا طعمته غير. لازم هيك يكون معكم. على فكره فيكم تنشفوه بالاير فراير عادي، بصير برضه تنشيف مش تحميص، تنشيف. خلصتوا احبائي بهذا الشكل، هيك المفروض يكون معاكم. تمام. هلا باخذ عشان يطرى معنا هذا الخبز، باخذ نص الكمية وبحطها على الخبز وبخلي الباقي. هلا شوفوا شو رح اعمل. رح اخذ البندورة، انه اكثر اشي بنزل سوائل، وبحطها فوق الخبز كيف ما عم بتشوفوا. بعد هيك رح احط الخيار، احط بصل اخضر، رح احط خس، رح احط ملفوف احمر نكسر شوي اللون، رح احط بقله او رجله او رجيله، ما بعرف شو بتسموها ببلدكم، اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات، واكتبوا لي كمان بتحبوا الفتوش بهاي الطريقه او لا. وبكتر يعني انا حاطه تقريبا ضمه، بس هون الضمم بيبيعوها كثير صغار، عندنا في بلاد الشام بتكون الورقه كثير كبيره. رح احط بقدونس. تمام. رح احط نعنع ورق مثل ما هو، كبير صغير مش كثير بتفرق، بس طعمته كثير اطيب. احط كمان نعنع ناشف، ورح اضيف فجل، بس الفجل شوفوا المفروض يكون معاكم كثير رقيق. شوفوا كيف برقه بهذا الشكل. تمام. رح اضيف باقي كمية الصوص اللي عملناه، وارجع اضيف كمان شوي من زيت الزيتون. رح اخلط كل هاي المكونات مع بعض. تمام. وشو بدي اخبركم عن الريحه، بتشهي القلب. هذا اطيب فتوش. لازم تكون كميه الخبز متعادله مع كميه الخضار، يعني ما تكتروا خضره وتقللوا خبز، وما تكتروا خبز وتقللوا خضره. شغله بالنظر حسب انتوا قديش بدكم تعملوا. تمام. يعني انا مثلا عامله حبتين خيار، حبتين بندوره، نص ضمه بقدونس، بقله، حطيت رغيفين خبز حجمهم متوسط هيك، يعني عرفتوا. هذا هو الفتوش الاصلي الاصلي. ايوه. اخر شيء بحط دبس الرمان. ما بحب حركه انا دبس الرمان، بس عادي بصير تحركه.
وهيك بكون خلص معنا اطيب فتوش ممكن تكونوا جربتوه بحياتكم. على فكره الناس اللي ما جربته بهاي الطريقه جربوه كثير رح تحبوه، وعن جد بشهي القلب، لازم تجربوه بهاي الطريقه. شوفوا بسم الله ما شاء الله، اشي من اللي بيشتهيه قلبكم. شو بدي اخبركم عن الريحه، لحالها بتشهي. شوفوا ما شاء الله، زياده دبس رمان، الله الريحة يا جماعة اشي خرافي. هذا الفتوش اللي كانوا يعملوا لنا اياه زمان، ولا خبز محمص ولا خبز مقلي، هو بهاي الطريقة وبس. هذا هو الفتوش الأصلي. أحبائي هيك بيكون خلص معنا الفيديو لليوم، بتمنى إنه يكون عجبكم. ألف صحة وعافية مقدما، دمتم بألف خير، بشوفكم على خير وباي باي.